النجف صوروا القبر وراحوا للدفان، قالوا لعمي هذا شو قد قال لهم عمي الله شاهد لحد جاب جثه ما اعرف اجى سيارات وياهم اثنين بيكم كملوا وبنوا ومشوا. هذا الحكي كل شيء ماكو، وكثير من الناس شككت بالقبر. هذا نفس الشيء من زاويه ثانيه من زاويه ثالثه نفس القبر. بس فتح عينك ولا تصير اثول حش السامع. اني كلامي للي ما عنده عقل اللي ضاحكين عليه. هذه الصوره شوف شنو وراها وشنو منها الحافه. شوف شنو وراها، مسافه وراها قاعد يشوفون كل زين. وشوفوا هاي الصوره، هاي الصوره داير غرفه مربع، وشوفوا هاي الغرفه، وشوف الكتابه ونشرتها على الفيسبوك. هذا بالبصره وهذا بالنجف. دكتورة بان ما اندفنت. نعم دكتورة بان ما اندفنت، واتفق الجهات ياخذون على طريق الكويت وتحترق الجثة لازم تتفحم وتندفن، لان تدخلت بيها لجان من ضمن تعرفون انتم بالعراق حاليا بالعراق تشوفون الكتل السياسية واحد ياكل واحد على مود الانتخابات. فأحد اللجان من تيار الصدري طبعا يعرفون ان اذا دخل التيار ما راح ينطي مجال، لان جماعة التيار هواي بالبصرة مو وراح يطلعون الخيسة. نعم يطلعونها.